صباحكم كله جمال ان شاء الله كل نهار وانتم في نشاط ومحلاكم مزيانين وان شاء الله ربي يعطيكم خير ويا ربي وستركم الناس الكل. نهاركم زين من جديد ان شاء الله تكونوا بألف خير وعافيه. بدايه اسبوع موفقه للجميع. بنشوفوا بعضنا في توقيتنا هذا كالعاده في احوال طقسنا لليوم الاثنين بدايه الاسبوع في فقره الميتيو. ميتيو طقس الايامات هذه احنا خاصه في سيدي بوزيد شهدنا تقلبات وتغيرات جويه كبيره سورتو النهارين هذوما اللي تعداو نشوفهم بعضنا. هل فما استمرار للتقلبات هذه ولا فما استقرار؟ وين المعهد الوطني للرصد الجوي حسب تحيينه الاخير يقول انه اليوم فما سحب عابره باغلب الجهات مع ظهور خلايا رعديه محليه بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط والجنوب مصحوبه بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح يكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب مع دواوين رملية محلية. كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. الحرارة اليوم تسجل ارتفاع طفيف مقارنة بالايام التعدات وين تتراوح القصوى بين 30 و 36 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات وتكون بين 37 و 43 درجه ببقيه الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نشوفوا بالتفاصيل في الجهات الحراره كيفاش باش تكون وطقس اليوم شنية ملامحه. سيدي بوزيد 39 درجه حراره فما سحب رعدية مرفوقة بأمطار في فترة بعد الظهر. 40 درجة نلقاها في قفصة كذلك طقس مشابه لطقس سيدي بوزيد فترة بعد الظهر فما بعض التقلبات الجوية. بالنسبة للقصرين 38 درجة وسحب رعدية مرفوقة بأمطار في فترة بعد الظهر. قروان هبوب ريح الشيلي مع درجة حرارة تكون في حدود 39 درجة. في سريانة الحرارة بتشوفوا في حدود 38 درجة. كيف 37 درجة. 40 درجة نلقاها في جندوبة. في بيجا 39 درجة. 37 درجة في زغوان طقس مغيم جزئيا كذلك نص العاصمة طقس مغيم مع حرارة في حدود 34 درجة. بالنسبة لسوسة 33 درجة. 33 كذلك في المستير. في المهدية 33 درجة. جهة صفاقس الحرارة في حدود 34 درجة. 33 درجة نلقاها في جابس الجومة و39 درجة نلقاها في جهة مدنين. في قبلي الطقس سخون اليوم الحرارة توصل لحدود 42 درجة. بالنسبة لتطاوين كذلك طقس سخون ويتميز بظهور الشيلي محليا والحرارة في تطاوين اليوم تكون في حدود 40 درجة. هذه درجات الحرارة لليوم اللي قلنا انها تتميز بارتفاع طفيف مقارنه بالايام اللي تعدت. بقى في سيدي بوزيد اليوم زاد فما بعض التقلبات الجويه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تكون في فتره بعد الظهر متمثله في ظهور سحب رعديه مرفوقه بامطار وان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. شوفوا بعضنا اوقات الصلاه حسب التوقيت المحلي لمدينه سيدي بوزيد وما جاورها. الصبح 4 و17 دقيقه. الظهر ان شاء الله مع نص النهار 31 دقيقة. العصر مع 4 و5 دقائق. المغرب مع 7 و3 دقائق. والعشاء إن شاء الله مع 8 و31 دقيقة. هذه أوقات الصلاة لليوم وكذلك أحوال الطقس لليوم الاثنين. إن شاء الله تكونوا الناس كل بخير. ما زلتوا معنا